السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الأهلي فاز 3 على فاركو. الأهلي أداء، الأهلي نتيجة. النهاردة لعب الأهلي سريعا 4-2-3-1. الأهلي بيلعب على أطراف بحسين الشحات وعلي معلول. لعب ظاهر ومحمد هاني. النهارده بتتمتع بحسين الشحات وعلي معلول، تحس انك انت فعلا بتتابع مانشستر سيتي. لا، اداء ونتيجه. الاهلي 5 سنين معاك امتلاك للبطولات. الاهلي ممكن يروح منه في خلال 5 سنين بطولتين. فانا قلت ان الاهلي هياخد افريقيا، وقالوا لي لسه بدري. فلا، الاهلي ان شاء الله هياخد افريقيا. الاهلي لما بيمسك فرصه ما بيسيبهاش. الاهلي جمهور، الاهلي اداره، الاهلي جهاز فني، الاهلي لعيبه، الاهلي بيت واحد. بالنسبه للمدرب، المدرب خلاص كده فهم الدوري المصري وفهم افريقيا، وحتى مع تغيير اللعيبه بيدور اللعيبه، مش بيحاول يجد اللعيبه. فهي دي فيه ذكاء عند المدرب، ذكاء شديد يعني بالنسبه لتدوير اللعيبه في الملعب. النهارده تلاقي كهربا الماتش ده حاط جنين، الماتش اللي وراه حسين الشحات بره. تلاقي محمد شريف في الملعب. فلا، محمد شريف انا لسه لحد دلوقتي انا بقول انه محمد شريف رقم 1 في مصر في التحرك. محمد شريف رقم 1 في التحرك، ومعروف من النادي الاهلي. النادي الاهلي تاني بقولها 5 سنين قدام. رجع ايام ابو تريكه وعماد متعب. 5 سنين احتكار للبطولات. ان شاء الله باذن الله على كلامي ان النادي الاهلي هياخد افريقيا. مبروك التصدر الدوري العام للنادي الاهلي، ودي طبيعي طبعا. مبروك كاس مصر، فوز بيراميدز، وهيلعب الزمالك. طبعا احنا نتمنى مباراه نشوف فيها كوره، نشوف فيها تكتيك. ان شاء الله باذن الله موفقين. السلام عليكم ورحمه الله.